السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنبدأ سلسلة جديدة عندنا على القناة سبيد رun. عامل اكونت جديد تماما عشان نلعب بيه. هنبدأ نلعب ماتشات رابد 10-0. نحاول نطور مستوانا من 400 لحد 2000، بحيث ان انت لو تقييمك 1000 هتستفيد، لو تقييمك 1200 هتستفيد، 1500 1700 لحد 1900 2000 كمان هتستفيد من الافكار. هتعرف ايه الاخطاء اللي الناس بتعملها في المستوى ده عشان تتجنبها، وازاي تكسبهم وتعلي مستواك في المراحل ديت كلها لحد 2000. تمام، يلا نبدأ على طول عشان ما اطولش عليكم. مدين تقييم 100. لا، قال لي في الاول انت ايه، لا ايه مستواك كده؟ قلت له ما اعرفش اي حاجه عن الشطرنج. انت مش مديني اعمل بريموف يا اسطى؟ وايه هو البيجنرز مش بيلعبوا بريموفز؟ طيب هنا بيلعب افتتاح عادي لحد دلوقتي هو بيلعب عادي اوبننج زيه زي اي حد. 2000 2200 1400 عادي، فاهمين؟ ما عملش حاجه. هنطلع البيشوب ده. ممكن نلعب هنا، ممكن نلعب اف 6، ممكن نلعب اف 6. الكاش ده ما يخوفش عشان اغطي بالبيت لو كان بالوزير يعني، بس هو غالبا مش هيلعبه اصلا. ونشوف هيعمل ايه. الفكره ان هو عنده سلسله بيدقيه قويه هنهاجمها من الخلف. تمام، ده فكرة اوبننج عادي، مفيهاش حاجة دلوقتي، عشان نضغط في البدء ده وفي المستقبل ايه نطلع بالحصان نضغط عليه. تمام، هنا هو اكل. انا ممكن اكل هنا. مش مضطرين نفكر ياما يعني، مش بتلاقي حد جراند ماستر على فكرة. ممكن حد من الناس دي تلاقيه كسبك، تيجي تحلل تلاقيه عامل اكيرسي ايه 99، تقوم جاي شاتم اللعبة وشاتم الانجنز والمخترعهم. بس قشطة يعني، لحد دلوقتي هو بيلعب حلو جدا عادي. ديت نقلة كانت ممكن تيجي امتى؟ كانت ممكن تيجي لو انا مثلا يعني كويس، ممكن تكون كويس. بس لو البيضة ده موجود هنا والحصان ده موجود هنا، كانت النقله دي بتبقى كويسه، بحيث ان ايه اكل البيضة تبوظ، تفتح الوتر ده على الملك. لو انت كده ما عملتش حاجه حرفيا يعني، بس كويس كويس. لو اداكش دلوقتي هرجع اغطي بالفيل. انا حاسس ان انا بلعب حد تقييمه 1900 مثلا عادي. انا فكرت بقى ان اخش الاقي بلاندرز وحد بينسى قطع والكلام ده. طبعا مش صح ان انت تخش تلعب الناس ديت، تلعب بنابليون وتعمل الحاجات ديت، لا مش صح. ما تلعبش كده، العب لعبك عادي. العب استراتيجي عادي، العب تاكتكس عادي، اكسب بيدا، خش اند جيم، العب لعب عادي. الا لو انت لقيت ايه فرصه كده، ها هجوم وخلاص، ما ها خش عادي. ممكن العب جيمين في الحلقه عشان بيفكروا ياما. ممكن اقص وقت التفكير في المونتاج، مش عارف اعمل ايه. يا اما مش هطول في الحلقه يعني، اخلي جيم او جيمين وخلاص كل حلقه. هو انا مكسب ازيد كام؟ 180. طب كويس والله، شكلنا نخلص نخلص السلسله في 20 جيم ولا حاجه. يلا يا صاحبي، انت بتفكر قشطه، لو بتغش يعني ديسكونكت عنده قشطة، مصلحة كده. خلينا ناخد أول نقطة بالحرام ولا ايه؟ اوفلاين أصلا هو قافل. ايه يا اسطى، النت في الهند تعبان ولا ايه؟ كده أول نقطة بالحرام. أول نقطة، أول 180 نقطة بالحرام. كسبت سبحان الله. الجيم ريفيو مش هعمل ريفيو لأن الحساب ده ما فيهوش ريفيو يوميا غير مرة واحدة. طب ايه، عندي بلندرز ولا حاجة؟ انت بتحسب ايه ده كله؟ سبحان الله، لعبت واحدة بيست واتنين اكسلنت واتنين جود، ماشي يعني. يلا نخش جيم جديد. اداني الأبيض المرة دي. ايه يا اسطى، الهنود كلهم 100 و200 تقييماتهم ولا ايه؟ اي 4 اي 5 نايت 3. لو لاين 6 اخش سكوتش العبها. سكوتش عايز حد فاهم استراتيجي، حد بيعرف يلعب ميدل جيم كويس، تكتيكالي حلو. آه وغالبا هتخش الاند جيم، فالخبره والفهم هو اللي هيفرق. فعشان كده لما بلاقي حد اضعف مني بحب العب سكوتش، لو بلاقي حد اقوى مني مش هلعب سكوتش. ممكن يا اسطى انت مش هعمل ريموف يا اسطى؟ هو الحساب الاعدادات بتاعته تفرق او حاجه؟ هزيد 116 بس ليه كده يا اسطى؟ ماشي، ديت نقله وحشه. ليه؟ لان انا بعد ما اكل، هو ياكل الوتر ده اتفتح للوزير. تمام تمام. فانا ممكن اعمل ايه هنا؟ ممكن ادعم ده الاول عشان الحصان يجي هنا، عشان لما يكشف الوزير يغطي. اكل بالحصان، اكل بالحصان هنا. هنا ما قدرش ياكل عشان الوزير هنا طالب رخ. شايف اللي انا بقوله ولا انت ايه؟ مش هينفع اكل هنا طبعا. ممكن ايه ممكن برضه اجيب البيشوب. لا لا، بص، انا هعمل الفكره اللي قلتها دي. انا يا عم ايه، بلعب بدأ عادي، هطلع بيشوب وبيت. النقله الجايه طبعا ايه؟ ماتت فور يا راجل. طب اقول لك، تعالى نكسر ولا مكسرش؟ لا مكسرش، ناخد ايتم. انا عايز قطع، عايز هاجم. البيشوب ده طبعا ممكن يطلع بيه هنا الاول قبل ما اطلع بالنايت، ايه رايك؟ بس لا، ممكن نجيب
ممكن نجيب النايت وبعدين يبيت، لا خلاص يبقى نطلع بالنايت اسرع. طبعا كش ملوش لازمه اللي هو لعبه ده، بس ها يعني كويس. كان ممكن السنه لما يطلع مثلا بحصان ولا حاجه ويجي يربطه ويحاول يضغط عليه بقى والكلام ده، يجي هنا كده بالحصان يجي ياكل بيضه ولا يزق الدي 5 anyway. ديت نقله زباله. مع احترامي طبعا لو الراجل الهندي ده بيتفرج على القناه، مع احترامي ليك. وبيفهم عربي. anyway يلا تشيك كده، ما عادش ينفع يغطي اصلا، حتى الحصان ده مش موجود، لو عارف ما كنتش لعبت الحصان كنت. يلا. نشوف هيلعب ايه. كش خدت الروك، هكشف عليه كمان. طب خليني احسب لو في كش مات او حاجه. طب انا ممكن اديله كش بالبيشوب الاول، هيروح فين؟ هيرجع على تاني، طيب ماشي. كش لو طلع لي بالدي 5 هاكله. رجع. طيب بعد الكش دي هتطلع. مم. انا عايز ايه اصلا؟ انا عايز اموته. لو مثلا دلوقتي عندي اكل رخ وعندي اكل البدأ ده. تمام. بعد ما اكل بدأ كش تديله كش كده هيطلع هنا. طب بص اقول لك على حاجه، هاكل بالكش، لازم تتحرك. دلوقتي لو انا بلعب ماتش عادي كنت ممكن اكل الحصان بكش وبعدين ايه، الوزير ياكل بشو، او كنت ممكن اكل رخ، بس انا عايز اموت. ايه الفكره من اللي انا عملتها دي؟ عايز افتح الوتر ده، البدا ده كان قافل الوتر. هديله كش تاني، لو رجع تاني هاكل دلوقتي الرخ. هيطلع، هديله كش، هيطلع، هديله كش بالبيشوب، هيقفل بالحصان. كش بالوزير هيموت فيها ليه؟ لان ماشي قشطه، انا حاسب اللاين الاخر. كش. الادوار بتاعت بتخلص بسرعه أوي. ده الفيديو ما كملش 6 دقايق بقى. تشيك. يا اسطى انا عايز انا بريموف. انا اروح اغير الاعداد دي شويه. ماشي هديله ميت الاول. عايز اتفزلك عليه ولا اديله ميت وخلاص؟ حرام يا عم. ولا ايه؟ لا لا نتفزلك. لو اديت له كش بالفيل، ملوش غير هنا. كش بالبيشوب، هيغطي، هاكل بالوزير. يلا خش، مفيش غيرها كش. هات البيضة. ما اشوف اعمل لك كام بلندر. طبعا ممكن يكون حاسب لي البلندر لان انا ما اديتش ميت على طول، قعدت اتفزلك. ها بيحسب اهو. الحمد لله ما عملناش بلندرز حاجه، عملت جريت موف غالبا كانت الكش مات. تعالوا من الاول نشوف الراجل ده كان ايه غلطته اللي عنده. هو لعب اوبننج لحد هنا كويس، بس النقله دي غلط. هو بيلعب اوبننج ومش دارسه، اكل هو دلوقتي فاتح على نفس الوتر ده. بعدين تشيك ملوش لازمه بس قشطه يعني شغاله. رجع. جيت هنا بالحصان، كان المفروض يفهم التهديد بتاعي ان انا جاي اديله كش في الوزير، فكان يتصرف، كان ممكن يسد الكش من قبلها مثلا، او ايا يكن اي حاجه غير النقله دي. تشيك طلع تشيك. تشيك تاني. فهو اول حاجه الفيل ده جه هنا وبعدين رجع تاني، فهو لعب نقلتين على الفاضي وما طلعش الحصان بتاعه، ما بقيتش قاعد يلعب بادئ. ده كله غلط، بقى اوبننج مش دارسه، فهو لازم يخسر يعني. دي غلطة الراجل ده. الراجل الاولاني النت فصل عنده فما عرفناش نقيمه للاسف. يلا انا كان جيم. ده تقييم 300 ايه، وانا هزيد 84 نقطة. الحوار قاعد يقل النقط اللي انا بزيدها اي 4 اي 5. انتوا كلكم مذاكرين اي 5 يا جدعان، ده انا بخاف العب اي 5 بالاسود عشان مش مذاكرها. ايه الهطل ده؟ هلعب سكوتش تاني. طب انا مش عارف اجيب البريموف منين يا اسطى. هكمل وخلاص، انا دورت في الاعداد كلها وما لقيتهاش. لو حد عارف يقول لي يا جدعان، مش عارف العب ريموف. ايه الزهق ده؟ هلعب ازاي انا كده؟ هلعب بوليت ازاي مثلا؟ ممكن بعد الرابد نعمل سلسلة سبيد ران بليدز. سبيد ران بليدز وبوليت. طب العب يا اسطى، وانا عشان قعدت طولت عليك انا اسف والله. انا هقعد ادور على البتاع دي لحد ما الاقيها. يعني ايه مفيش العب ازاي بدون بريموف انا؟ ايه الهطل ده؟ سكوتش جيم، ما انا عارف ان انا سكوتش بس. فين البتاع؟ جيمز بلايرز anyway. طلع بالكوين نقلة. مش هيلبس موف او مش هي البوك البيشوب بيطلع على هنا. هعمل ايه؟ ممكن اكمل زي ما انا. اكمل انا بوك عادي. مش شايف ان انا ممكن اعجبها، هطلع بالبيشوب هنا. لو طلع بالبيشوب هيبقى ترانسبوزيشن للثيوري يعني. بس غالبا مش هيطلع، ممكن ياكل بالحصان. هاكل لو اكل بالحصان. مم، ماشي. بيفكروا ياما الجماعة دول يا جدعان، انتوا بتفكروا في اوبننج. ما ده بون مجاني يا صاحبي. هاكله، عندك ايه؟ هاكله.
انا حاسس ان انا متكتف وانا بلعب الرابد مع الناس دي. يلا هنوصل 500 مثلا وايه، ولا خلي ده اخر جيم. هزيد 84 نقطة يعني هيبقى 480. خلاص يبقى ده اخر جيم النهارده. طيب عايز البون يعني هطلع ميست. ممكن دلوقتي اجيب النايت كده. آه طبعا اللي هو بيعمله ده مش صح. ماشي، طلع بالوزير في الاول. آه ما طلعش بالكوين في الاوبننج. عادي حرك الحصان طلع مرة، واحد، اتنين، تلاتة، عشان يجي يكسروا معايا. انا اسيبه يكسر هو، انا مش هكسر. انا ممكن ادي تشيك، هيغطي بالبيشوب هاكل، هطلع اربط الحصان بتاعه. مم، هبقى خسرت تبيت على الاقل. لو غطى هاكل بعدين اطلع اربط الحصان، حتى لو حماه بالجي 6 مش مهم. اكل هبقى اعمله دبل بون ومضيع عليه التبيت فقشطة. ممكن ما اغطيش بالفيل ويحرك الملك على طول. طبعا مش هينفع اغطي بالبون عشان هاكل بالبون، هاكل تشيك وروك. هاجي هنا قلت لكم اربط الوزير. مش حلو يا اسطى، هاكله. لو اكلت الحصان هاكل الحصان في الكش وبعدين هرجع بالفيل بتاعي. انا شايف ده بس. ماشي. هنا انا ممكن ابيت، ايه رايكم ابيت واسيب له الفيل؟ لو انا بيت هيبقى عنده ايه يلعب بعدها. لا لا مش هبيت. هديله كش في الفيل بس ممكن يغطي في وشي بالبون. لو غطى بالبون هيبقى ضعف المربع ده، هنزل فيه على طول. دلوقتي انا عندي ايه؟ هو انا بكسب بس. تعالى اعمل رجع كده بالبيشوب وخلاص بتنفع على الوزير. هنا هو طالب تكسير. هل انا هكسر؟ المفروض ما اكسرش بس ممكن اكسر وخلاص، كده كده معايا افضليه. انتوا ايه رايكم؟ مش هكسر، هبيت طول. عايز اكسر ياكل هو. نرجع اقول لكم الراجل ده عامل ايه لحد ما يكمل. هنا هو لاعب الكوين، يعني مش هقول مش شغاله شغاله، بس انا دي ايه دي؟ انت خدت ايه بدي؟ قعدت حرك حصان، انا كنت لعب ايه ده؟ ماشي، بعدين لعبت الحصان هنا. انت قاعد تلعب قطعه واحده مفيش غيرها، طلع الفيل بيت، طلع الحصان والفيل التاني، اعمل اي حاجه في الحياه يعني. تشيك، خلاص انت خسرت التبييت. جيت هنا، ده كمان بلندر تكتيكالي، فهو محتاج يدرب بازلز. يبقى الجماعه اللي تحت 400 ما يعرفوش يحلوا بازلز، مستواهم التكتيكي ضعيف. اكل الحصان بلندر برضه. جه هنا عايز تكسير، بيفكر ياما. انجز يا صاحبي. الفكرة ايه؟ ان ايه بيت، عشان لو هو اكل، لو هو اكل وزيري اكل انا، هيطلع عليه بالملك مثلا عايز ياكله. هجيله هنا تشيك، وبعدين اكل ده، هاكل ده. او حتى لو هو جاي يحميه بالرخ، البيشوب بتاعي هياكل البون التاني، هيهدز الرخ بتاعه هاكله برضه. ف هيدشمل يعني، هيخسر بادئ ياما في الحتة دي. دايما تو تيك از ميستيك يعني. ما تفكش تنشن ما تاكل انت، خلي الخصم هو اللي ياكل، او خليه ياكل كسر بس بقواعدك انت مش بقواعد الخصم. فاهم قصدي؟ يا صاحبي يلا، وقت الفيديو الهوس ده كله. ها انجز. معانا دي ريفيو فممكن اعمله على الجيم ده. أم، تشوف الدقة والكلام ده. غالبا طول ما انت بتلعب حد اضعف منك، هتلاقي انت بتلعب نقلات اجبارية، مثلا ايه، في قطعة بنجلية انت بتاخدها. هو نزل قطعة في الجيم ده فهو ضعيف تكتيكالي، فانا مش هسيب القطعة دي هاخدها، فالبيست موف اللي انا هاخدها. فبتلاقي دقة عالية. الدقة دي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب عن طريق مقارنة نقلاتك بنقلات ستوك فيش. بس لما يلعب بعدين نكمل كلام. ممكن ازق. ممكن اعمل حاجات كتيرة والله. انا ممكن اجيب الرخ التانية، ممكن اجيب الحصان، ممكن اجيب البيشوب، ممكن ازق البون اضحي بيه، وعلى اساس اضحي بالرخ لو اكل. دي كلها اسمها كانديديت موفز، انت بتحط كذا نقطة ترشحها وتشوف اقوى نقلة ايه. فانا بالنسبة لي ديت اسرع واقوى نقلة، يعني اجبارية اكتر. كنا بنقول ايه؟ اه الدقة بتتحسب عن طريق مقارنة نقلتك مع البيست موف. لو انت لعبت نقلة زي ستوك فيش كانت جايب دقة 100% في النقلة دي، النقلة اللي بعدها عملت نقلة بلندر خالص مش مرشحة خالص، يبقى ديت دقتها 0%. فمية وصفر لو جيم من نقلتين هيبقى الجيم ده دقته 50%، اللي هو ايه افريج المتوسط بتاعهم. طيب لو لا ما فكرت نعمل بريموف. anyway لو يعني بيبقى كده كل النقلات بيشوف نسبة مطابقتها مع نقلات الانجن كام. مثلا هي النقلة التانية والتالتة في الاقتراح هيبقى ايه دقة 95 90 أقل من 100 يعني، عشان مش النقلة مش بيست موف انجن. تمام. النقلة برين تبقى 100% وهكذا. فبعدين بعد ما يقارن بيعمل افريج لكل النقلات. فانت قدامك قطعة مجانية تاخدها، خدتها
فهتلاقي الدقه في الاخر طالعه معاك 100%، 90، 95، 98. ده مش معناه ان انت انجن او انت غشاش او انت لا، ده معناه ان خصمك ضعيف او ان هو لاعب وحش. طول ما في تقارب في المستوى هتلاقي ايه، هتلاقي الدقه قليله. ليه؟ لان بيكون الطرفين فاهمين هما بيعملوا ايه، الاتنين بيلعبوا حلو. لو اكل هضحي بالرخ هياكل بالفيل هجيب الكوين. لو جاب الملك الناحيه دي هنا، هيجيب البيشوب طالب ميت، هيجيب الكوين يحميها من هنا. هقوم جاي ايه، مش هيعرف يجي من هنا اصلا. ممكن يروح منين، ممكن يروح من اخر الدنيا خالص من هنا. هقوم جاي انا جايب الرخة التانية ورا الكوين، مهدد تشيك ميت او تشيك، هي تشيك ميت كده كده. لو جاب الرخة بتاعته هديله كش وكوين. ماشي ماشي، انا حسبت ان شاء الله اللاين لاخره. يلا تشيك. انت ممكن تاكل لان لو ما اكلتش تاخد ميت في 2 تشيك في تشيك. فاهم حاجة؟ ياكل. اه كل يا اسطى. انت بتفكر في ايه طيب؟ ما انت لازم تاكل يا اسطى، ها. عرفوني ايه رايكم في السلسله ديت، هل هتبقى مفيده؟ ممكن انت تكون ما استفدتش من الفيديو ده قوي، بس الفيديو الجاي لو انت تقييمك 1800، 1600، 1000، يعني مع الوقت هتلاقي ان بلعب بنفس تقييمك، تشوف ازاي بكسبهم. او حتى لو خسرت هتشوف ايه ازاي هم كسبوا، لو حصل يعني، تمام. وتبقى عارف ازاي تكسب انت في المستوى ده، وايه الغلطات اللي هم بيعملوها عشان تتعلم ان انت ما تعملهاش، وازاي تكسبهم وهكذا. اول غلطه متفكرش يعمل بالشكل ده. ماشي، ده اللاين اللي انا حسبته. هاجي هنا، مالوش غير هنا بالكوين عشان يحمي الميت. هنا بالكوين، يلا. يا صاحبي غلط يا صاحبي. طب انت بتقفلني ليه طيب؟ كنت عايز اكمل اللاين اللي انا حاسبه. خلينا نعمل جيم ريفيو واقول لك اللاين اللي كنت بتكلم عليه. خلينا نشوف الريفيو من الاول. بوك بوك، ده كله بوك طبعا. كوين وحسابها له بوك، بس قشطه يعني، متلعبش كتير والله. ديت طبعا ستيك، خسر بون. هنا بيقول لي كنت كسر، التكسير كان احسن من الهبل اللي هو قاعد يعمله فعلا. طلعت بالحصان، كان بيقول لي عندك الكش، ماشي اللي عمل الكش بعدين، بس كنت عايز انتشر الاول شويه واحمل البون ده. البون ده كان مطلوب هنا صح؟ كان مطلوب، لازم احميه. او ماشي الكش اجباري اكتر من حمايه البون، بس بقول لي جود موف اني واي. طلع بالحصان. هنا كان البيشوب بتاعي ده، بس مش البيشوب. طلعت ربطته. ديت طبعا وحشه، صح. بيقول لي لا، ديتك فرصه انت تربط الحصان بتاعه او تكسب الحصان بتاعه. حلو، مديني بيست موف على الكاسلينج. كان لازم يكسر. طب بعد ما هو يكسر كان ممكن يلعب ايه؟ هنا كان بيست نسيان يغطي بالبيشوب. كنت هاجي بالبيشوب او ممكن اطلع بالنايت. فنلاقي كده تيكس تشيك كينج روك. anyway كده كده كنت بكسب حتى لو كان كسر. افضلية حوالي 6. نرجع للريفيو. ديت كانت بيست موف كويس. تيكس، حلو، عجبته الروك. ديت اونلي موف، اوكي. حاسس عادي كنت ممكن العب اي حاجة. لو كنت لعبت لا لا، مكانتش تنفع فعلا، تصدق كنت ممكن اطلع بالنايت زي كده. إيه رايك في دي؟ مديها بيست برضه، زي مديها اونلي موف. anyway الاتنين حلوين. يعني النايت كان شد ميت. كان عنده تفاعل ميت، تصدق. حلو حلو. ايوه ده اللاين اللي انا كنت حاسبه، ان هو يروح بالكون كده. ف لا، ما كنتش دي كنت هاجي هنا بالروك. ماشي، هيديني الكوين بتاعه وهاخده. هياخد ميت بعدها. اللي انا شفت ان هو كان يجي هنا بالروك تشيك ميت. بعد ما يقفل طبعا تشيك ميت خلاص، فاهم. ما فيش دخول جوه، فاهم. ديت ميت. اشترك ديت يعني ميت. انا ده كان فيديو النهارده، اتمنى انتم تكونوا استفدتوا. اقول لك في السلسله عايزين نكمل زي ما احنا عايزين نلعب مع ناس بليدز مثلا او بوليت. ممكن ايه يبقى اكتر متعه بالنسبه لك او تستفيد منه اكتر. اعتقد رابط احسن تايم كنترول بالنسبه لحوار السبيد ران ده. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.